دابا تخيل معايا المغرب مولاي من بعد ما حقق واحد النجاح كبير وواحد القفزه نوعيه الصناعه ديال السيارات في افريقيا، ولا هو المصدر رقم واحد، ودخل حتى المجال ديال صناعه الطيران، وايضا حتى المجال ديال صناعه القطارات. حاليا عنده واحد المشروع كبير وواحد الرؤيه استراتيجيه باش يبني اكبر حوض هنايا في افريقيا للصناعه وصيانه السفن. هذا الموضوع اولا هذا المشروع بالذات خلى بزاف ديال اللغط في اسبانيا وخلى بزاف ديال الصحف ويدقوا ناقوس الخطر ويقولوا للمدريد باللي انه كاين واحد المنافس جاي في الطريق اللي هو المغرب، اللي ناوي على خزيت وناوي انه يبني اكبر حوض عنده في المغرب. هذا الحوض اللي حسب ما يروج وخرج بزاف ديال الصحف فغادي يكون الموقع ديالو في الدار البيضاء، بالضبط في ميناء ديال الدار البيضاء اللي غادي يكون على واحد المساحه اللي كبيره بزاف. التخوف ديال الصحف فكيبين مدى قيمه ديال هذا المشروع وكيبين مدى الاهميه ديالو. والصحيفه اللي دارت البلباله فهي صحيفه اليكونوميستا اللي كاينه في اسبانيا وكتعتبر من اشهر الصحف اللي خرجت وقالت باللي ضروري ما تردوا البال من المغرب، حيث المغرب باغي يدير واحد من اكبر المشاريع في افريقيا. وقالت بلي ان المشروع الصناعي الجديد اللي ناوي المغرب انه يخلقه او اللي يبنيه في مدينه الدار البيضاء فكيندر بلي ان نهايه ديال الهيمنه في المجال ديال صناعه السفن في غرب المتوسط. فشنو هي الاسباب اللي كتخلي الاسبان يخافوا من هذا المشروع ديال صناعه السفن هنايا عندنا في المغرب؟ واش المغرب يقدر يحقق واحد النجاح كبير كما حققوا في الصناعه ديال السيارات ويولي هو المصدر رقم واحد؟ فقبل ما نبداو في الفيديو ديالنا اليوم وندخلوا في التفاصيل ديالو فعندي لكم واحد الطلب اللي بسيط وصغير. الا كنتي اول مره غادي تشوف الفيديوهات ديال القناه خلي لي معك واحد الابوني، لايك الفيديو وخلي لي معك واحد الكومونتير. ولا كنتي ديجا انك تتفرج فيا فشكرا لك بزاف، وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرف ومع الاصدقاء ديالك. بلا ما نطول عليكم ندوزو للتفاصيل، وكيف ديما تحت شعار القناه بلا زواق. كيف ما قلت لكم في الاول صحيفه اليكونوميستا اللي كاينه في اسبانيا ما خباتش التخوف ديالها من هذا المشروع الكبير اللي ناوي المغرب انه يطلقه او لا يبنيه، وقالت بالحرف باللي ان المشروع الصناعي الجديد اللي ناوي المغرب انه يخلقه في مدينة الدار البيضاء فماشي مجرد ورش جديد او لا مشروع صناعي جديد، ولكن هو واحد المشروع اللي غادي يسالي الهيمنه ديال اسبانيا في قطاع ديال صناعه السفن. وقالت بلي ان المغرب اللي سبق ليه انه نجح في الصناعه ديال السيارات ولا هو المصدر رقم واحد في افريقيا، وايضا نجح حتى في قطاع ديال صناعه اجزاء الطائرات، فيقدر يكرر نفس السيناريو ونفس الوصفه ويدخل العالم ديال صناعه السفن اللي كتمتاز به اسبانيا. حيت ذكرت بزاف ديال المقومات اللي كيمتاز بهم المغرب اللي تخليه انه ينجح في هذا الميدان او اللي ينجح في هذا المجال، وذكرت من بينهم البنيه التحتيه، الاستقرار السياسي، وايضا حتى الامتيازات الضريبيه اللي كيقدمهم المغرب للمستثمرين. وايضا ما نساتش وقالت باللي ان حتى التكاليف ديال الانتاج المنخفضه فيقدر تخلي من هذا المشروع مشروع بحري عملاق عالمي اللي يقدر يقلب موازين ديال القوى البحريه في شمال افريقيا ويقدر يقلبها حتى في السوق الاوروبي. فشنو كاين في هذا المشروع؟ المشروع الجديد اللي ناوي المغرب انه يخلقه فالمشروع ديال بناء واصلاح السفن او لا صيانه السفن. هذا المشروع اللي غادي يمتد على 21 هكتار، حيت كنهضروا على هذه المساحه فهي واحد المساحه اللي كبيره بزاف اللي غادي تكون من بزاف ديال لي بارتي، اللي غادي يكون بحوض جاف اللي الطول ديالو 244 متر وايضا العرض ديالو غادي يكون ب 40 متر. غادي يكون مجهز بمنصه ديال رفع الاثقال اللي كتوصل 9000 طن، وايضا رافعه جسريه اللي السعه ديالها هي 450 طن، وايضا غادي تكون فيه 820 من الارصفه المجهزه. الهدف ديال هذا المشروع حسب التصريحات او لا حسب المعلومات اللي خرجت فهو بناء 100 سفينه في افق 2040. السفن اللي غادي يتصنعوا فهم سفن تجاريه وايضا حتى سفن بحريه، الشيء اللي كيبين بلي ان المغرب فالهدف الرئيسي ديالو هو يتجاوز الصيانه ويمشي لابعد مدى وهو الصناعه. الغريب في هذا الشيء واللي خلى الاسبان انهم حايرين فالمغرب اعلن مؤخرا على مناقصه باش يشوف شكون هي الشركه اللي غادي تاخذ هذا المشروع. وحسب ما يروج وخلال الزيارات اللي قاموا بهم بزاف ديال المسؤولين المغاربه لكوريا الجنوبيه وبالضبط لشركه هيونداي روتيم فكيبين بلي ان المغرب ناوي يعطي هذه الصفحه للشركه الكوريه. غير هي كاينين بزاف ديال الاخبار اللي كيقولوا انه من الممكن تدخل حتى شركه نافال اندستري الفرنسيه اللي حسب ما يروج في الكواليس كيقولوا بلي ان شركه نافال الفرنسيه فباغيه تبيع للمغرب غواصه سكوربيون وايضا غواصه باراكودا. فهنا فين كتبان الخطه الذكيه ديال المغرب، حيت المغرب ملي كيبغي يشري من شي شركه او اللي يدير معاها شي اتفاقيه او لا شي شراكه فضروري ما كيفرض عليها انها تنقل الخبره ديالها والتكنولوجيا للمغرب باش يبقى يستافد منها. دابا رانا علاش اسبانيا خايفه من هذا المشروع ديال المغرب. اسبانيا خايفه من هذا المشروع ديال المغرب حيت عندها واحده من اكبر الشركات المصدره للسفن اللي كاينه في العالم، وهي المزود الرئيسي ديال الاتحاد الاوروبي اللي كتوصل القيمه ديال الصادرات ديالها ل 1.4 مليار دولار.
هادشي اللي كيضخ واحد الاموال طائله في الميزانيه ديال اسبانيا. هادشي علاش نايض هاد القيامه ونايض هاد البلبله كامله على هاد المشروع الجديد اللي ناوي المغرب انه يخلقه، حيت كيشوفوا باللي ان هاد الارقام او هاد العائدات اللي كانت كتحققهم شركه نافانتيا الاسبانيه فغادي يولي مهدده وغادي يولي عندها واحد المنافس اللي قوي ويقدر كاع ينتزع واحد الجزء من السوق الاوروبي لصالحه، خصوصا في المجالات ديال النقل والصيد البحري والبناء العسكري. والاخطر في هادشي كامل فالمغرب دخل في واحد المنافسه اللي خطيره مع شركه نافانتيا الاسبانيه في السفن الحربيه، الفرقاطات، الكورفيطات وربما حتى الغواصات. وهنا بدات نافانتيا كتحس بالخطر اللي جاي من المغرب. فشنو غادي يربح المغرب من بناء ديال حوض صناعه السفن والصيانه ديالها؟ واسمع ليا مزيان شنو غادي نقول لك. المغرب غادي يربح بزاف ديال الحوايج من البناء ديال هذا الحوض ديال صناعه السفن، اللي منهم التكلفه العاليه بالعمله الصعبه للصيانه ديال الاسطول الوطني بما فيهم السفن التجاريه والفرقاطات وغيرهم. ايضا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف للشباب ديالنا وهي خلق الاف مناصب الشغل، وايضا توطين تكنولوجيا حديثه اللي المغرب غادي ينفتح عليها وهي صناعه السفن. وايضا غادي ندخلوا لنادي الدول المصنعه للسفن الكبيره، وعلاش لا حتى حنا ما نكونوش من الدول المصدره للسفن. في التقرير الاسباني ما ذكرش غير هذا الشيء وكان، ولكن قال باللي ان المغرب بدا كياخذ حصص ديال صيانه السفن الروسيه اللي من قبل هذا الشيء كانت كتمشي لاسبانيا. وهنا الايكونوميستا الصحيفه الاسبانيه قالتها بكل صراحه باللي ان الرباط قدرت تلقى البديل الحقيقي للسوق الاوروبي، وهذا الشيء اللي خلق واحد الزلزال في العالم البحري خصوصا في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. ايوا سيادنا منين كنقولوا باللي ان المغرب راه داخل صحيح والمغرب بدا كيرمي رجليه في بزاف ديال المجالات، فما كتجيش هذا الشيء من الفراغ. فهذا الشيء ما كيجيش بشكل عشوائي، ولكن المغرب كيرسم استراتيجيه جديده باش يولي فاعل رئيسي في الصناعه البحريه اللي كانت محتكره من طرف دول اوروبيه لعقود. وبين الطموح المغربي والتخوف الاسباني كاين مشروع غادي يبدل الموازين ديال السوق في المتوسط، مشروع اللي غادي يحمل في الطيات ديالو رسائل اقتصاديه صناعيه وجيوسياسيه. ما تنساش لا عجبك الفيديو خلي لي معاك لايك. كان معكم انس، نشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.